بس ممارسة العبادات دكتور، يعني أنا اللي سمعته أساسا الصينيين ممنوعين من العمرة أو الحج، شغلة لازم أتأكد منها، بس حرية ممارسة. انا سمعت انك رايح الحج إن قريب. شاء الله. لما تروح الحج وانت في مكة اسأل على حملة حجاج الصين وروح زورهم، هتلاقيهم والله فكرة. الأكثر إنفاقا، الأكثر تنظيما، أعداد بالآلاف. الخدمات الداخلية اللي بتقدم لهم أعلى من أي حاجة، لأن كلها بينفق عليها من الحكومة الصينية. إنما لو قلت لي إن واحد حاج صيني عايز يقدم على فيزا لأنه يروح المكة ويروح يحج، دي فيها صعوبة. هو في لجنة اسمها لجنة الأديان والأقليات والقوميات، كل سنة بتعمل قرعة وتختار الحجاج الصينيين وتسفرهم في وفد رسمي من كل مقاطعة حسب عدد التأشيرات اللي بتديها الحكومة السعودية للصين. أنا نفسي رحت حجيت مرتين من الصين مع الحملة الصينية للسعودية. ما حد يستغرب أنت وحيد بينهم. كان شكلي غريب جدا جدا ان كلهم صينيين وانا الوحيد اللي مش صيني. بس خلي بالك ان المسلمين الصينيين من قومية الخوي او من الاقليات التانية شكلهم مختلف عن الصين.